ما هو بص بقى، لو انت لسه بتقول ان لينكد ان ما بيجيش من عليه شغل، فاسمح لي اقول لك انك عايش في الدلولو، وخليني اصدمك واقول لك انت اللي ما بيجيلكش من عليه شغل، انما انا واصحابي بيجي لنا عليه شغل عادي. اصلا في احصائيه ان كل دقيقه في 8 اشخاص بيجي لهم شغل من على لينكد ان، ده في الدقيقه الواحده. فانت اللي مش عارف تستخدم لينكد ان، فتعالى اقول لك بقى ازاي تظبط لينكد ان وتخلي الاتش ار لما يشوفوا الاكونت بتاعك هم اللي يدخلوا يكلموك. عمليه تحسين اكونت لينكد ان دي اسمها اوبتمايزيشن، فانا هقول لك على اهم 6 اسرار انا مستخدمهم للاوبتمايزيشن عندي، وفي الاخر في سر بونص زياده. 6، لازم صوره بروفايل بروفيشنال، لان دي اول حاجه الاتش ار بيشوفها في الاكونت. صوره واضحه على خلفيه ساده، وممكن تعملها بموقع بي اف ميكر مجانا. الهيدلاين بتاع الاكونت لازم يكون فيه الجوب تايتل بتاعك، المسمى الوظيفي، عشان ده بيبان من بره قبل ما يدخل الاكونت، ويكون فيه اهم 3 كلمات مفتاحيه في المجال بتاعك الاتش ارز بيبحثوا عنها، فلما يبحثوا عنها انت تظهر له. ولو مش عارف الكلمات المفتاحيه دخل البرومبت ده لشات جي بي تي وهو هيقول لك. الكفر فوتو لازم تعمل صوره فيها انت مين، بتعمل ايه، والناس تستفيد منك ازاي، ايميل للتواصل عشان يعرفوا يوصلوا لك، ودي ممكن تعملها مجانا من على كانفا. 3، جزء التعليم والخبرات، لازم تضيف الاماكن اللي اشتغلت فيها بالمسمى الوظيفي بتاعك وبجوب ديسكريبشن كامل، وصف للوظيفه بتاعتك انت كنت بتعمل فيها ايه. حاول تنزل محتوى عن مجالك او خبرتك او عن مشاكل قابلتك في الشغل وحلتها فبتعلق في دماغهم، فوقت ما يحتاجوا وظيفه يكلموك. ولو لسه مش خبير قوي في مجالك، هات مقالات اجنبيه مشهوره واكتب الملخص بتاعها، بس قول ان هي متلخصه. رقم 1 وهي اهم حاجه تخليك تتعرف على المنصه بسرعه وتعمل كونكشن لناس كتير، لا مش الشير وانما الكومنتات. بص هفهمك، منصات السوشيال ميديا غرضها الشهره فقايمه على الشير، انما لينكد ان غرض التواصل والشغل فقايم على الكومنتات، فاعمل كومنتات عند الناس كتير فهيبداوا يلاحظوك. النصيحه رقم 0، ما انت هنا لازم تاخد بونص بقى. الكلام ده فعال جدا، انا طبقته وغيري طبقه، ولكن في مشكله واحده، تطبيقه بياخد وقت كتير لان انت لسه بتتعلم، تعمل تراي اند ايرور، بتحاول بتجرب، فده بياخد منك وقت كبير وشهور. لو بقى مستعجل على الشغل ومحتاج تشتغل بسرعه، او اصلا ما عندكش وقت تظبط لينكد ان وتجرب، فادي العيش لخبازه وروح لحد خبره هو يخلص لك الموضوع ده بخبرته، وتوفر الكام شهر دول تشتغلهم وتقبض فيهم بدل ما تضيعهم وانت لسه بتجرب في لينكد ان. عن نفسي ارشح لكم جدا منصه انفلونس مي، احسن مكان يعمل لك اوبتمايزيشن كامل للاكونت بتاعك ايا كان مجالك وايا كانت خبرتك، يظبط لك الهيدلاين بكل الكلمات المفتاحيه، ويصمموا لك الاكونت بكل التريكات اللي بتاخد عين الاتش ار اول ما يشوف الاكونت، وده لانهم فاهمين جدا في لينكد ان. اصلا انفلونس مي من تاسيس ايمن الشربيني، وده اكبر حد عنده متابعين على لينكد ان في مصر كلها، وبسبب خبرتهم الكبيره قدروا يوصلوا لاكثر من 35 دوله و15000 طالب ساعدوهم. كمان هيساعدوك في كل ما يخص مراحل التوظيف كلها، يقدروا يكتبوا لك السي في، يحضروا معاك اسئله الانترفيو ويدربوك عليها، يكتبوا لك كفر ليتر. كل اللي عليك تكتب في جوجل انفلونس مي وتختار ستارت ناو وتختار البلد بتاعتك وتبعت لهم على الواتساب، وهم يتابعوا معاك لغايه ما تروح اول يوم الشغل. وابعت الفيديو لصاحبك اللي هتشتغلوا مع بعض. لو عايز رابط موقع انفلونس مي وكل المواقع اللي قلتها في الفيديو والبرومبت، سيب كومنت والاي اي ايجنت بتاعي معلم بيومي هيبعتها لك في رساله. لايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.